كلنا سمعنا أصوات خدتنا من الدنيا وودتنا في عالم تاني. محمد القلاجي أو عمر علي أصوات عظيمة كأنها طالعة من راديو قديم، بيفكروك بالشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ المنشاوي رحمهم الله، فتخلي المكان يسكت والقلب بخشوع يقف ويسمع. لكن السؤال اللي بيبان بسيط بس وراه حكاية طويلة، إزاي كتاب اتنقل بالسمع قبل الورق يفضل ثابت لحد النهاردة؟ وإزاي وإمتى مصر بقت دولة التلاوة من غير ما يكون لا قانون ولا قرار ولا مشروع رسمي؟ تعالوا معايا نفتح صفحة جديدة من كتاب التاريخ، بس المرة دي احنا هنفتحها من زاوية مختلفة. في العقيدة الإسلامية القرآن ما بدأش نزوله مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صفة من صفات الله وكلامه، وكل ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق ربنا للسماوات والأرض. وده معناه إن القرآن ما اتخلقش مع الزمن، لكن نزل الأرض مع بداية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اللحظة دي بدأت معركة مختلفة، مش معركة سلاح لكن معركة تحريف وثبات. إبليس اللي عصى الأمر الإلهي عن علم ما دخلش صراعه مع الإنسان من باب القوة لكن من باب التأثير. القرآن بيكشف لينا إن وسوسة إبليس كانت بالكلام والتشكيك وإعادة توجيه المعنى، وهنا تظهر خطورة الكلمة لأنها ممكن تغير كل شيء. ومن اللحظة دي بقى الحفاظ على النص مش مسألة كتابة بس، ده بقى مسألة وعي. النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي كان دايما بيروح لغار حراء، كان بيروح هناك يقعد لوحده ويتأمل ويعتزل دوشة مكة. وفي ليلة من الليالي وأثناء تأمله بيسمع صوت بيقول له اقرأ، ومن هنا تكون دي بداية البعثة والأول مرة الأرض تنور بنور القرآن. ومن اللحظة دي وبعد فترة سكون، فترة قصيرة ما كانتش انقطاع غياب لكن انقطاع إعداد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتجهز، لأن اللي جاي ما كانش آية واحدة ولا صورة، اللي جاي عبارة عن رحلة طويلة مدتها 23 سنة الوحي فيها هينزل بالتدريج. ابتدى الوحي يرجع تاني مش مرة واحدة لكن على فترات. القرآن ما كانش بينزل علشان يتحفظ بس، لكن كان بينزل علشان يوجه ويشرح ويصحح، وكل آية كانت بتيجي وبتنزل في وقتها بالظبط. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبلغ الوحي والصحابة بيسمعوا ويحفظوا، لأن الحفظ وقتها كان هو الأساس، وده اللي اتنقل لينا في كتب الحديث زي صحيح البخاري اللي ذكر إن القرآن كان محفوظ في صدور الرجال قبل ما يتجمع جوه كتاب، وفي نفس الوقت ما تسابش من غير كتابة. فكل ما كانت بتنزل آيات يطلب النبي من كتاب الوحي إن هم يكتبوها ويسجلوا وراه فورا. وكان في صحابة مكلفين بالدور ده وأشهرهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت ما كانش مجرد كاتب، كان شاب ذكي سريع الحفظ دقيق جدا في اللي بيكتبه، وبيعرف يقرأ ويكتب كويس في زمن المعرفة فيه ما كانتش منتشرة. وعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد عليه في كتابة الوحي، وده مذكور في كتب السيرة وعلوم القرآن. ما كانش في حاجة اسمها ورق بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، فكانوا بيكتبوا على المتاح قدامهم على جريد النخل والحجارة وعظام الحيوانات والجلد، وده كله هتلاقيه مذكور في التفصيل في كتب علوم القرآن زي الإتقان للسيوطي وتاريخ القرآن للزرقاني. الكتابة دي عمرها ما كانت بديل للحفظ، لكنها كانت شاهد عليه علشان كل آية تبقى محفوظة ومحفورة جوه صدور الرجال ومكتوبة قدام النبي عليه الصلاة والسلام بالمواضع المتحددة ليها. ومع تكرار التلاوة في الصلاة والتعليم والحياة اليومية الصوت بقى ثابت والنطق بقى معروف، وده اللي أكد عليه علماء علوم القرآن إن القرآن اتنقل محفوظ ومكتوب في نفس الوقت، وده اللي خلى النص يوصل للجيل اللي بعده زي ما نزل بالظبط من غير أي زيادة ولا نقصان. وتمر السنين لحد ما اللحظة الأصعب جت، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وساعتها الدنيا كلها وقفت، وبعدها بتدخل الأمة كلها في اختبارات قاسية وحروب الردة بتشتعل، وفي المعارك دي استشهد عدد كبير من حافظة القرآن. وساعتها الخوف ظهر بوضوح لأول مرة. الخوف ما كانش على دولة ولا على حكم، الخوف كان على القرآن نفسه. الخوف ما جاش فجأة، الخوف اتولد في ساحة المعركة بعد حروب الردة ومعركة اليمامة تحديدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف بعينه مشهد تقيل، قراء القرآن بيستشهدوا واحد ورا التاني، وساعتها الخوف ما كانش احتمال، ده كان واقع. سيدنا عمر رضي الله عنه ما سكتش وما استناش، وراح بسرعة لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحكى له عن اللي شافه وإنه خايف إن القرآن يموت معاه، وعلشان كده اقترح عليه جمع القرآن، وده زي ما نقله زيد بن ثابت
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. أبو بكر سكت لحظة، والفكرة كانت جديدة، مش سهلة ومش زي أي حاجة هي اتعملت قبل كده. مش لأنه مش شايف الخطر، لكن لأنه شايف حاجة تانية أخطر، إنه يعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش. ده ما كانش رفض، لكن كان خوف من البدعة وحرص منه على ان القرآن يفضل زي ما نزل من غير ما حد يقرب له حتى بنية الخير. سيدنا عمر ما استعجلش، فضل يراجع ويشرح بهدوء ويوضح ان اللي بيتعمل مش اضافة لترتيب جديد، ده جمع للي موجود بالفعل وحفظ اللي محفوظ. ومع الوقت ومع المشورة ربنا فتح صدر سيدنا ابو بكر للفكرة، ومن اللحظة دي اتخذ القرار لأول مرة في التاريخ ان القرآن اتجمع جمع رسمي، مش اعتماد على الحفظ بس ولا على المكتوب بس، لكن على الاتنين مع بعض. وبعد ما القرآن اتجمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، النص بقى ثابت والمصحف بقى موجود والحفظ فضل مستمر زي ما كان. وفي الوقت ده الدولة الإسلامية كانت بتتوسع بسرعة، بداية من عهد عمر بن الخطاب، واستمرت توسع أكتر في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووصل شرقا لحد أطراف الهند وغربا لحد شمال أفريقيا وقرب أوروبا. وده اللي ذكره الزرقاني في تاريخ القرآن وهو بيتكلم عن انتشار المصاحف مع الفتوحات. مع الانتشار ده ناس كتير جدا دخلت الإسلام وابتدت تقرأ القرآن بركنتها. الصحابة نفسهم كان عندهم مصاحف شخصية مكتوبة على حسب اللي سمعوه حفظوه، وده مذكور بوضوح في الإتقان للسيوطي. النص واحد لكن طريقة النطق مختلفة. المشكلة هنا ما كانتش في صحة القراءات، لأن القراءات كلها كانت متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ابتدى يحصل لبس. الخوف الحقيقي ظهر لما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجع من الغزو وشاف اختلاف الناس في القراءة، فخاف ان اللي حصل مع الامم اللي قبل كده يتكرر تاني. دخل على عثمان بن عفان وقال له التحذير الصريح بانه يلحق الامه قبل ما يتحرف الكتاب والناس تختلف فيه، وده اللي رواه زيد بن ثابت في صحيح البخاري: ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. الكلمه دي ما كانتش تهويل، لكن بتوصف واقع بدا يظهر. عثمان رضي الله عنه فهم ان الخطر مش في تعدد الاصوات، لكن في غياب مرجع واحد يرجع ليه الناس، وإن الاختلاف في القراءة لو فضل يكبر ممكن يوصل الناس لفهم إن في أكتر من نص. وهنا طلب المصحف اللي كان عند حفصة بنت عمر، وهو نفس المصحف اللي اتجمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، وتشكل لجنة من كبار الصحابة على رأسها زيد بن ثابت، وده اللي شرحه ابن حجر في كتاب فتح الباري. اللجنة كتبت مصحف واحد بالرسم اللي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير نقط ولا تشكيل، علشان يحتمل القراءات الصحيحة كلها، وده اللي شرحه مناع القطان في مباحث في علوم القرآن. بعد ما المصحف اتكتب، عثمان رضي الله عنه أمر بنسخ وتوزيعه على الأمصار الكبرى اللي كانت موجودة وقتها زي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام، وفي نفس الوقت أمر بحرق كل المصاحف المخالفة للرسم العثماني. ومن اللحظة دي القرآن بقى ليه مرجع واحد ثابت. ومع الفتح الإسلامي القرآن دخل مصر محفوظ، لكن دخل أرض بتحترم الصوت وبتتعامل مع التلاوة كمسؤولية مش مجرد قراءة. ومن هنا ومن غير قرار رسمي ولا مشروع سياسي ابتدت مرحلة جديدة، مرحلة هيبقى فيها النص ثابت لكن الصوت هو اللي هيكمل الرحلة. ومن هنا نبتدي نفهم الجملة اللي تبان بسيطة لكن وراها تاريخ طويل. القرآن نزل في مكة واتقرأ في مصر، وبعد ما القرآن دخل مصر حصل تحول بطيء لكنه مهم. المساجد في مصر خصوصا جامع عمرو بن العاص بقت مراكز تلقي، والقرآن يتاخد بالسمع شيخ عن شيخ. ومع مرور الوقت القراءة اللي استقرت في مصر كانت قراءة ورش عن نافع. ورش اسمه الحقيقي عثمان بن سعيد المصري، أصله من مصر لكن سافر للمدينة وتعلم هناك على ايد الامام نافع، واحد من اكبر ائمة القراءات. ولما شاف نبوغه في القراءة لقبه بورش، وده بسبب بياضه الشديد. ورش رجع مصر ومعاه قراءة متلقاة بالسمع دقيقة ومتزنة، والقراءة دي انتشرت واستقرت مش لأنها مختلفة ولا لأنها سهلة، لكنها لقت في مصر بيئة النفس الطويل، وده اللي خلى قراءة ورش جزء من هوية التلاوة في مصر. وده زي ما أشار علماء القراءات في كتابهم إن انتشار قراءة في بلد غالبا ما يكون مرتبط بطبيعة السمع والثقافة الصوتية للمكان. في المرحلة دي حصل تطور طبيعي، الحفظ فضل الأساس لكن بقى فيه اهتمام أدق، مخرج الحرف، صفته، المد، الوقف وغيره. القواعد دي ما اتخلقتش فجأة لكنها اتجمعت واتنظمت، وده اللي اتشرح في مباحث في علوم القرآن لما اتقال ان علم التجويد ظهر لحماية النطق من اللحن، خصوصا بعد دخول غير العرب في الإسلام. وهنا نقرب من اللحظة اللي هتفرق. التلاوة في مصر ما فضلتش أداء صحيح وبس، ابتدى يظهر الحس الصوتي، لا هو غنى ولا استعراض لكن استخدام النفس والطبقات والمقامات
لخدمة المعنى. وده اللي أشار ليه باحثين كتير في تاريخ التلاوة، إن المدرسة المصرية ميزت بين الطرب والخشوع وقدرت تحافظ على الاتزان نفسه. قبل القرن العشرين كان قارئ القرآن في مصر له مكانة كبيرة، بيتعزم في المناسبات الكبيرة وبيقرأ في المساجد. القراءة بقى لها معايير حتى من غير جهة رسمية، وده اللي يعتبر المرحلة التأسيسية لدولة التلاوة، زي ما أشار كتاب تاريخ القرآن. في الفترة اللي سبقت إنشاء إذاعة القرآن الكريم، الشيخ محمود خليل الحصري قليل جدا اللي يعرف إن هو ما كانش مجرد قارئ كبير، ده كان راجل نظام ودقة، شيخ حافظ ومتقن وشديد الحساسية لأي غلطة في النطق. في يوم وهو بيسمع الراديو وصلت له تلاوات كان فيها لحن وفيها كسر في المخارج وأحيانا أخطاء بتغير المعنى. الحصري وقف عند اللحظة دي. الخوف ما كانش لا على اسمه ولا على مكانته، الخوف كان على القرآن وهو بيتنقل بالصوت من غير رقابة ومن غير أي معيار. شاف إن الزمن اتغير وإن الصوت بقى أسرع من الشيخ وأوسع من المسجد. ومن هنا الحصري جات له فكرة، لو القرآن هيتذاع لازم يتذاع من أهل الإتقان، ولو الصوت هيوصل لكل بيت لازم يبقى الصوت مظبوط. وسنة 1964 تتولد إذاعة القرآن الكريم المصرية، وأول صوت يفتتح الإذاعة ما كانش صدفة، كان صوت الحصري نفسه، مش لأنه الأشهر لكن لأنه الأدق. وهنا نقدر نقول إن إذاعة القرآن الكريم ما صنعتش دولة التلاوة، هي بس أعلنت عنها. ومن هنا بدأ العصر الذهبي للقارئ في مصر. الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي مش أصوات منفصلة ولا حالات فردية، لكنها نتيجة لمسار طويل بدأ من غار حراء واستمر بالحفظ في الصدور، ثم بالجمع والتثبيت، ثم بالمصحف العثماني لحد ما وصل لمصر. وهنا اكتمل المسار وتحول الصوت لمدرسة وهوية متكاملة علشان تبقى مصر كيان حقيقي لدولة التلاوة. كيان حدوده مش مرسومة على الخريطة لكن مرسومة في الصوت، وده اللي خلى مصر تتعرف في التاريخ بدولة التلاوة. اللي اتقال في صفحة النهاردة كان إجابة على أسئلة كتير عن دولة التلاوة وعلاقتها بالقرآن الكريم، بس الحكايات لسه مفتوحة. وعلشان نقفلها ما تنساش تتابعنا يا قائد وتفعل زرار الجرس وكمان الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا قائد، ودي كانت صفحة قفلناها من برنامجكم صفحة من كتاب التاريخ.